طيب تكملة للفيديو الأول اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن موضوع اللونش واوعى تدخل لونش. طيب انت حبيت دلوقتي تخش لونش عشان خاطر ان انت تستثمر فلوسك او تدخر فلوسك في عقار او كده. ده اختيار حلو، لكن لازم تاخد بالك من كام حاجة، وفي نفس الوقت في مخاطرة شوية. ليه؟ انت لو قررت ان انت تاخد مع مطور ملوش سابقة اعمال او لسه جديد في السوق العقاري، فالريسيل بتاعه ممكن يتأخر شوية. ده لسببين: ان هو ملوش سابقة اعمال فالناس مش عارفاه، فممكن يتأخر شوية بس مش كتير. هيتأخر امتى؟ لما يسلم المرحلة الاولى والنتيجة النهائية بتاعة المشروع تقدر تبان وتظهر، وفعلا يطلع كويس، والكواليتي بتاعته اللي هو كان مقدمها في ساعة البروشورز والحاجات دي كلها موجودة على أرض الواقع. فده حاجة تكسب ثقة شوية، ساعتها الريسيل بتاعك هيبقى بأرقام كبيرة. طيب احنا تاني حاجة ودي الأهم، لو انت داخل لونش وملحقتش تشتري حاجة مميزة أو استرخصت ان انت حاجة باك فيو أو حاجة قبلي أو كده، فالشقة دي للأسف هي هتقعد في قرابيزك حبة حلوين لغاية لما تبيعها. فخد بالك، اختار دايما الحاجة الكويسة وسعرها عالي شوية في اللونش، لأن مهما كان اللونش ده مرحلة أولى. المرحلة التانية فده السعر هيكون حاجة تانية خالص، فانت اللي كسبان. فما تسترخص وما تاخدش حاجة أدوار عالية، أو تاخد حاجة مش تقسيمتها مش حلوة عشان خاطر بس إن انت توفر. انت كده كده هتبيع، فانت مش قاعد. فحاول تختار الحاجة الجذابة، وفي نفس الوقت الدور بتاعها هيكون كويس. لو احنا بنتكلم على الشقق، فانت اللي هتكون بتكسب ساعة لما تيجي تبيع، بتبيع بحاجة مميزة. تمام. طيب لو داخل اللونش تجاري، تشتري حاجة تجاري، محل، مكتب، عيادة، ايا كان، التجاري بيعه بعد التشغيل. اوعى تفكر ان انت تبيع قبل التشغيل. بعد التشغيل وبعد ما يشتغل ويتأجر بيعه بأضعاف، بأرقام كبيرة، فما تستعجلش. طيب عايز تعرف افضل اماكن او افضل مناطق دلوقتي فيها الاستثمار يكون كويس؟ تابعني. معاكم شادي شركة.